السلام عليكم الاخوان، تحياتي لكم. بعد ما حطيت واحد الفيديو البارح كنقول لكم شنو هما المشاكل اللي عندكم. كاين واحد الاخ اللي معنا محمد، يعني قديم معنا في الصفحه، سولني واحد السؤال، قال لي المشكل ديالي من بعد الفطام. المشكل في الصغار يعني انهم كيوقع لي انتفاخ، كيوقع لهم انتفاخ، كذلك هو كيجيهم الموت يعني على غفله والاسهال. يعني هذا هو المشكل ديالو. طلبني انني نجاوب على هذا السؤال، ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غادي نجاوب عليه. بالنسبه لاول حاجه الفطام اخويا العزيز، من كنفطمو حتى تفوت 35 يوم. يعني كتفوت 35 يوم كيكون الجهاز الهضمي مكتمل، كيكون الارنب مزيان وكيكون النشاط ديالو. بالنسبه للفطام مثلا مثلا فيهم كيلو و200 كنديرهم مع بعضياتهم، مثلا هادو كيلو و400 كنديرهم معاهم مع بعضياتهم، مثلا هذا فيه كيلو كنديرهم مع بعضياتهم. ما يمكنش مول كيلو و400 كندير مع مول كيلو قد. يعني خصني ندير على حسب الاوزان مع بعضياتهم باش يكون عندهم قدره انهم ياكلوا بحال بعضياتهم. ودائما تبقى المراقبه. بالنسبه لواحد القضيه اخرى، يعني في المرحله ديال الفطام ما نحاولش نعطي العلف بزاف، يعني ما نعطيش كميه ديال العلف بزاف. وكذلك ومثال ننزل مضاد السموم. وحاجه اخرى انني نعطي التبن، يعني نعطي التبن باش ما يوقعوش ليا مشاكل ديال الاسهالات. والله يسخر ان شاء الله الرحمن الرحيم للجميع.